ايه رايك؟ الفاينل لوك بتاع الغزاله. هلو يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. النهارده هنعمل ترند فيديو، او هنعمل فيديو لترند غزاله. مش هكدب عليكم، كنت متردده شويه، رغم ان انا بيجيلي فكره فيديو صبر على طول مفكرش. بس الترند ده قعدت كام ممكن افكر اعمله ما اعملوش، فقررت ان انا اعمله. خلونا نصور مع بعض، او خلوني اوريكم الخطوات بتاعه الميك اب مع بعض. ما تنسيش لو انت اول مره تيجي تشتركي في القناه، فعلي الجرس، تعملي لايك للفيديو ده، اكتبي لي كومنت حلو زي. يلا نبدا. بصوا، انا هعمل فاونديشن عادي جدا الاول، هاسس بشرتي يعني، وبعد كده هنعمل الميك اب سوا. التاسيس ده هحاول ان انا اسرعه شويه، يعني هحاول ان انا اسرع لكم الفيديو شويه بحيث ان الجزء ده ما يطولش يعني. هحط كونسيلر. هتحسوا ان انا وشي مجير شويه، هو مش مجير، هو مقشر. في تغيير الفصول بيحصل لي كده، وشي بيقشر كده شويه وبيبقى ناشف، وعلى الرغم ان انا بشرتي دهنيه بس بيبقى جاف كده شويه، محتاج ترطيب كويس كده يعني. فهو مقشر، فمخلي الفاونديشن مش فاهمين، مش ناعم كده على وشي. على فكره يا بنات، الكونسيلر ده حلو جدا جدا. انا شفت ناس بتقول عليه ريفيوهات ان هو وحش. ازاي وحش؟ ازاي بجد يعني؟ هو ممكن تقيل شويه، فهو محتاج مثلا ان انت تكوني بتحطي ميك اب، محتاجه فيه كفر عادي مش اكتر. لكن هو مش وحش خالص، بيديلك بسرعه يعني. انتوا خدتوا بالكم قدامك بسهوله جدا معانا، مفيهوش اي حاجه. بيعمل كفر حلو قوي لو انت عايزه تحطي ميك اب بالمناسبه، عايزه تجيبي حاجه مش غاليه. هو الكونسيلر ده بتاع مايت سينما. انا هبدا بميك اب العيون. هستخدم فيه حاجتين. هستخدم الليب لاينر ده بتاع هو لونه بني شويه فهينفعنا. هو بني محمر كده شويه، بس هحاول ان انا اظبطه بالباليت دي، فيها درجات بنيات كده تمام. فانا هحاول ان انا اخد منها درجات بنيات. هعمل الاول الاساس بالقلم ده، بالجزء اللي هو بيعملوه هنا كده. بصوا، هبدا كده احدد هنا كده عشان تبقوا شايفين كويس كده. وبعد كده هظبطه باللون البني. يعني انتوا فاهمين انا هعمل ايه؟ انا بس ايه، كاني برسم انا هعمل ايه الاول. بصوا، انا رسمت وشي، رسمت انا هعمل ايه. بعد كده استخدم البراش دي، وهاخد درجه بني من هنا، وهبدا ان انا احط بقى على اللي انا عملته ده. بصوا كده، هو بصوا بدا ان هو يبقى بني عشان هو لونه محمر كده شويه. نبدا بقى، هعمل على كل اللي انا عاملاه ده دلوقتي. خلصت تحديد زي ما قلت لكم، وهبدا ان انا املى الجزء ده، وده اكتر جزء غريب بالنسبه لي. انا حاسه ان انا ما بدات في الجد عايزه ارجع في كلامي، اللي هو مش عايزه اكمل الفيديو. بصوا، هعمل الجزء ده كده. انا صورت جزء كبير ولقيته كاميرا مفيش مساحه وما كانش بيصور اصلا، فاكيد انتوا شايفين التغيير اللي حصل. هقول لكم سريعا كده انا عملت ايه بقلم التحديد ده. عملت الجزء ده هنا كده، هنا كده، وصلت دي كده، وحددت شفايفي اللي فوق، وحددت من تحت، واللي في النص ده مليته بقلم التحديد، يعني كاني بحط روج كده. وبعد كده باللون البني عدت عليه تاني، حطيت هنا كده كده زي ما انتوا شايفين هنا، وحطيت الجزء اللي فوق ده مليته باي شادو لونه بني.
بصوا كده انا عملته كده. انا كنت بشرح لكم كتير جدا ولقيت الفيديو مش بيصور. بصوا انا هنا جبت الفرشه بتاعه الدمج، الفرشه اللي بيكون حجمها كبير شويه مش الصغيره، واخدت لون بني بس فاتح شويه عن اللي انا كنت حطاه، وبدات ان انا ادمج اللي انا عاملاه علشان ما يبقاش شارب كده او حاد او مرسوم رسم. لا انا عايزاه ان هو يكون مدموج كده في بعضه، فلما انتوا تشوفوه او لما يعني لما عينك تيجي عليه ما تحسوش ان في خط مرسوم، لا عايزه ان هو يبقى مدموج كده شويه في بعضه. فبدات ان انا اعمله كده بالراحه، انا خدت وقت فيه لحد ما اتدمج، يعني ممكن يكون في الفيديو انا مسرعه شويه، بس هو الدمج عموما بياخد وقت شويه. فعملته زي ما انتوا شايفين كده، وبدات ان انا اطلع على بره شويه كمان بره عيني علشان ادي السحبه بتاعه العين. هحدد بقى بعد ما سيحنا اللي فوق ده كده شويه او زودناه بحيث ان هو ما يبقاش خط واضح كده قوي. هبدا ان انا احدد اللي تحت ده بالكونسيلر كده. بفضي كده الفرشه شويه عشان فيها كتير، بس ما تلخبطليش اللي انا عملته. بصوا كده هنضف بس اللي تحت عيني كده وهدمجه بالسبونج. بصوا انا عملت الناحيتين زي بعض اهو، وهبدا ان انا بعد ما حطيت الكونسيلر خدت لون بيج. انا زهقت والله العظيم. بصوا انا حطيت فوق عيني درجه شمع، الدرجه دي درجه تحفه. بصوا الدرجه تحفه والله العظيم، حلو عجبتني قوي، بس الموبايل ما كانش بيصور. عندي مشكله مع المساحه. انا دلوقتي اخر حاجه هعملها قبل المسكره، عايزه ارسم عيني نفسها بقى من هنا، اسحبها بقى، ما احنا غزاله بقى. لو في ايلاينر هيكون احسن، بس انا ناسيه عند اختي، هعمل بالاي شادو البني اللي انا عملت بيه من فوق ده. هسحب عيني كده. بصوا بصوا عملت عيني التانية زيها، وهبدأ ان انا بقى احط من تحت كده برضو. وهحط الماسكارا واجيلكم. بصوا انا دلوقتي هحط الليب جلوس والهايلايتر قبل ما اعمل اهم خطوه في الميك اب ده كله، اللي هي اصلا هتبين الميك اب. احط جلوس كده، وهحط هايلايتر علشان نلعلط كده وشنا. برضو الهايلايتر من الحاجات اللي بحب احطها بايدي عادي. وهنا كده اختار بس هنا كده. دلوقتي بقى هنحط كونسيلر بطريقه نقط كده علشان نبين شكل الغزاله في الاخر. يعني انا ما كنتش عارفه اعمل دواير بايه، فقلت هعمل بظهر الفرشه دي مدوره، تانيين رفيعين شويه، وهاخد من الكونسيلر ونحط دواير. هحط بطريقه عشوائيه، انا مش فاكره كانوا بيحطوا فين، بس مثلا فين كانوا بيحطوا فين، هنا كده مثلا، وهنا. ونحط هنا. على فكره يا جماعه بحط بشكل عشوائي قوي، انا مش فاكره بجد هما بيحطوا فين، يعني هحط في اي حته كده. ترى بصوا انا نقطت عشوائي، يعني انا لقيت كل حد عامل بطريقته فانا عملت بطريقتي انا. فده الفاينل لوك بتاع الغزاله. انا عايزه دلوقتي اوري محمود واشوف رد فعله. هو نايم، ف يا اما يتصدم يا اما يتصدم من المنظر. خلوني اصحيه واشوف رد فعله. تعالوا معايا.
ايه رأيك؟ ده ايه شكلها ايه؟ شكل يعني مدي شكل ايه؟ مش باينة انها غزالة؟ هي باينة إنها حاجة في حديقة الحيوان بس على فكرة البنات دلوقتي هتنزل، يعني ده طالع ترند، أصلا هتلاقي في الشارع بقى كله حاطط كده. غزالة حلو بجد؟ يعني ظبطته؟ مظبوط. بعد كده حطيت ده يبقى شكله حلو عليا؟ هنمشي في الشارع. ما هو ده طالع موضة، ماشي. لا بقى. طالع موضة دلوقتي ان نعمل حيوانات، فاهم؟ لا انا بتكلم بجد. مش هنعمل حيوانات. بيان حلو. حلو. المهم